منتخب مصر الى كاس العالم النهارده ان شاء الله. ازاي كل مره في توقف دولي في الماتشات المؤهله لكاس العالم بقول لك ايه اللي احنا محتاجينه من الماتشين، فتعال اختصر لك كده في السريع اللي بيحصل واللي المفروض نعمله عشان نقدر نتاهل لكاس العالم ونخلص التوقف الدولي ده واحنا متاهلين. انتوا بتعملوا ايه؟ بتطلبوا اكل؟ بكل اختصار كده يا حبيب اخوك، دي مجموعه منتخب مصر. احنا الحمد لله متصدرين المجموعه في 6 ماتشات 16 نقطه، بس الاهم من كل ده ان تاني المجموعه بوركينا فاسو 6 ماتشات ب 11 نقطه، يعني فرق 5 نقط بقى. النهارده في ماتش هيتلعب الساعه 7 هو اهم من الماتش بتاع منتخب مصر نفسه بتاع الساعه 10 ده، وهو ماتش بوركينا فاسو. قدامنا طريقين عشان نتاهل لكاس العالم باذن الله، فتعال اختصرهم لك سريعا. الطريق الاول بسم الله الرحمن الرحيم يتلخص في جمله واحده بس، موضوع بسيط جدا، هو ان انت تكسب الماتشين. تكسب ماتش اثيوبيا بتاع النهارده واللي هيتلعب في ملعبك، اعتقد الموضوع سهل، وتروح تكسب بوركينا فاسو بس في ارضهم، ودي اللي فيها كلام. وده اللي هياخدنا للاحتمال الثاني. طب لو كسبت ماتش واحد بس اللي هو ماتش النهارده، من الاخر يا قلب اخوك بوركينا فاسو لو تعثروا الساعه 7 فانت مش محتاج غير ان انت تكسب ماتش واحد بس، وكل سنه وانت طيب تتاهل لكاس العالم. لكن بوركينا فاسو لو كسب ماتش النهارده، وده في الاغلب اللي هيحصل لانه ماتش سهل بالنسبه لهم، تحتاج ان انت تكسب الماتش بتاع النهارده وتروح تكسب بوركينا فاسو نفسهم هناك. لان انت لو كسبت ماتش النهارده وما رحتش كسبت هناك، هتضطر تستنى للتوقف الدولي الجاي يوم 6 اكتوبر، ونبتدي بقى نخش في دوامه احنا في غنى عنها. باذن الله نكسب الماتشين او بوركينا فاسو يتعثروا النهارده.